من وأنا صغير وأنا ليا ميول زيادة شوية، أو يمكن زي ما بيقولوا كده هرموناتي كانت بادئة من بدري قوي. كان عندي حب استطلاع العلاقة الزوجية، إن أنا أعرف وعايز أعرف كل حاجة من وأنا صغير، يمكن من إعدادي. بحب أسمع وأشوف وأعرف كل حاجة عليها. كنت بتمتع جدا وبتبسط جدا لما بعرف أو بسمع حد بيحكي أو بشوف أي حاجة، لدرجة إن أنا كنت بقوم بالليل مخصوص عشان أحط وداني على باب بابا وماما وأسمع أي حاجة بتحصل بالليل. وفعلا كنت بسمع بس ما كنتش عارف إيه اللي بيحصل، كنت هتجنن. وبدأت أخش على النت وأشوف وعرفت كل حاجة، لدرجة إن مرة بابا قفشني وأنا ببص على صاحبة أختي وهي داخلة الحمام عندنا. راح مسكني من رقبتي وراح مدخلني الأوضة بنسكات واداني حتة علقة. بصراحة كنت هموت في ايده، بس ليه حق، ما ينفعش اعمل حاجة زي كده او مع واحدة يعني جاية عندنا ضيفة صاحبة اختي، ما ينفعش. كانت قلة ذوق وقلة ادب مني، بس اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم انا كنت بحب اشوف واعمل الحاجات دي، وكنت بقوم واقعد ابص واسمع كل يوم اللي بيحصل بالليل. ولو حسيت بأي حركة كنت بعمل نفسي اني رايح اشرب، رايح الحمام، وكنت برجع اوضتي تاني. وكان فيه جارة لينا كانت بتيجي تقعد عند ماما، ملهاش حد، هي وبنتها. بنتها زي القمر، حتى مش باين عليها ان هي صغيرة، جسمها اكبر من سنها، بس البنت دي كانت مخها تعبان شوية. ما كانتش ليها حد غير امي، كانت بتطلع تقعد عندنا كل يوم شوية تتسلى شوية، ما ملهاش حد، غلبانة، ساكنة عندنا في اول دور. بس بنتها كنت دايما عيني عليها. البت كانت دايما تعمل حركات، ترفع هدومها، تعري حاجة بتعمل، وانا بقى قاعد مستنيها تعمل الحاجات دي، عايزة اشوف واستكشف على الحقيقة. البنت بصراحة مش باين عليها ان هي مخها تعبان، كان باين عليها بنت زي القمر مكتملة الأنوثة. وانا بصراحة زي ما قلت لكم بحب المواضيع دي قوي، وكنت بقعد اتفرج عليها، لدرجة ان امي ساعات كانت بتزعق له وتقول له خش الأوضة جوه، شوف مذاكرتك، اعمل اي حاجة، لان كنت ساعتها في ثانوية عامة، بس انا دماغي كانت في المواضيع دي. وفي مرة من المرات وهي قاعدة عندنا هي ومامتها وبيتكلموا ماما والست جارتنا ديت، وما خدوش بالهم ان البنت بدأت تقلع في هدومها حتة حتة. قامت امها صوتت وراحت ماسكاها وقعدت تضرب فيها وتلبسها في هدومها، وانا شفت اللي شفته، ما كنتش على بعضي طبعا، ما حدش واخد باله ان انا كنت واقف وحاضر وشايف كل حاجة. البنت جميلة يعني، لولا ان هي كده كانت بصراحة تتجوز وتخلف كمان. ومن ساعتها مش عايزة تخرج من بالي ابدا. البنت دي كانت الاول بتسيبها عندنا لما تروح السوق او تروح في اي حتة، لكن من بعد الموقف اللي حصل قالت لماما ان معلش هتبقى تقفل عليها بقى وتروح مشاورها، لان ما ينفعش عشان انا موجود وساعات بابا موجود. هتلاقوا ايه يعني، دي زي بنتنا. هتلاقي لا معلش، ما احبش اتقل عليكم اكتر من كده. بس البت دي من ساعتها وهي ما راحتش من بالي ابدا، تفاصيلها كلها مش عايزة تروح من بالي. بدأت اراقبهم بيعملوا ايه. انا يعني في الدور الثالث وهي في الدور الاولاني، يعني انا لو وقفت وميلت شوية هشوفهم من منور، من شباك، كنت بقى يعني باخد بالي منهم. مامتها كانت تقريبا بتخرج كل يوم الصبح في وقت معين، تروح تشوف طلباتها وترجع تاني، وتسيب لها الشباك مفتوح عشان البنت ما تزهقش. معرفش ايه اللي جه في بالي والخيبة اللي جت في بالي، اللي انا عايز اعمل اي حاجة مجنونة، بس المهم اجرب واعرف. وبما انها يعني متخلفة فخلاص محدش هيكشفني ومش هتقول على اي حاجة. بدأت اراقب مامتها، بقيت اعرف كل مواعيدها، يعني انا عارف مواعيدها دخولها وخروجها، وكمان الشباك اللي هي بتقف فيه، يعني انا لو نطيت نطة هبقى عندهم في الشقة على طول. واستنيت وحطيت في بالي الفكرة، فكرة مجنونة وغبية، بس هعمل ايه؟ الشيطان جرني نعمل كده.
ورحت في الميعاد اللي مامتها بتخرج فيه، وعندنا بقى بيبقوا نايمين محدش دريان بحاجة، ورحت داخل خارج من سكات، ورحت ناطت في ثواني عند البنت دي في الشقة. البنت طبعا هبلة عمالة تضحك ومش عارفة في ايه، بس هي طبعا عارفة شكلي وعارفاني، يعني انا بالنسبة لها مش غريب، يعني مش هتصوت ومش هتعمل اي حاجة غبية. ورحت شديت البنت دي على أوضة وبدأت أتعامل معاها كأني بستكشف واحدة لأول مرة. طبعا أما أستكشف وأتعامل معاها غير لما أتفرج. بدأت أتمتع وأنا بعمل كده، حسيت بمتعة رهيبة من أول لمسة ليا للبنت دي. طبعا البنت عجباني من زمان، وجوايا حاجات كتيرة اتحركت أول ما شفتها، وهي يعني بتعري نفسها، واتعاملت معاها. البنت كانت مستسلمة ونايمة، هي مش فاهمة في ايه، بس انا كنت حاسس بحاجة جميلة كنت اول مرة احسها، واتعاملت معاها لمدة ساعة، وقمت بقى وظبطتها وخليتها زي ما هي، وخرجت بسرعة وطلعت تاني شقتي، وبقيت انزل لها في المواعيد ديت واتعامل معاها طبعا معاملة زي معاملة الازواج. عجبتني الحكاية، اتبسطت وطلعت مبسوط، حسيت ان انا برتاح. بدأت كل ما عاوز انزل لها، وهي طبعا مش فاهمة اي حاجة. كنت مبسوط جدا ان انا بعمل حاجة زي كده بمتعة، والبنت ما تفهمش حاجة ومش هتقول لأي حد اي حاجة. وعدى كام شهر وانا بتعامل معاها كده، محدش دريان بيا، ولا البنت عارفة اي حاجة ولا فاهمة اي حاجة. وبدأت احس ان انا الموضوع ده كل مدى بيزيد، يعني كل مدى ببقى عايز اكتر. حسيت ان انا مبسوط، المتعة كل مدى تشدني اكتر، كل مدى اشوف فيلم ببقى عايز اجرب حاجة معينة بطريقة معينة، وكل ما اشوف حاجة انزل اجربها على البنت دي في الميعاد اللي مامتها مش موجودة فيه. لحد من فترة بقى، بعد ما فضلت معاها فترة، مامتها طلعت عندنا الصبح وقعدت تخبط جامد. مامتي بتقول لها خير في ايه مالك تعالي. قالت لها الحقيني انا في مصيبة. قالت لها في ايه؟ قالت لها البنت كانت من فترة تعبانة وقعدت ترجع. رحت بيها للدكتور، قلت عندها شوية برد، الدكتور قال ان هي حامل. قالت لها حامل؟ وقعدت تصوت وتلطم على وشها، وانا سامع الخبر في اوضتي، بقيت واقف مش على بعضي. حامل؟ هي دي بتحمل زينا او زي الستات؟ يعني دي مخها تعبان، وايه يعني ما هي ست او بنت مكتملة الانوثة، فيها ايه يعني غير مخها بس؟ وقعدت تعيط وتلطم وقعدت تدعي وتقول اللي عمل فيها كده منه لله، بنت حامل وهتفضحني. طب انا كنت بسيبها ازاي؟ ده انا بقفل عليها. ماما قعدت تقول لها ازاي بس حامل؟ انت متأكدة؟ قالت لها ايوه دي حامل، انا هتفضح، انا مش عارفة اعمل ايه، ده انا كنت ما بروحش في حتة واقفل عليها، ولا هي بتروح ولا بتيجي. وقعدت تدعي على اللي عمل فيها كده، ونزلت منهارة، وانا كان قلبي هيقف من الصدمة. بقيت مش عارف اعمل ايه، صدمت وفوت كأن حد ضربني على دماغي من الغلط والقرف اللي انا عملته. مش عارف اعمل ايه، ما انا لو قلت هتفضح مش عارف ممكن بيعملوا فيا ايه. الموضوع صعب ان انا اعترف بحاجة زي كده، صعب جدا. انا عارف ان انا غلطت ولازم اصلح غلطتي، بس الغلطة هنا صعب ان انا اصلحها. ما لو واحدة عادية كنت اقول هتجوزها عادي، لكن دي هعمل فيها ايه؟ واهلي هيعملوا فيا ايه؟ ده انا ممكن اترمي في الشارع، وممكن ابويا يموتني. بجد الموقف صعب، انا عارف ان انا غلطت، بس صدقوني انا مش عارف اعمل ايه. نفسي اصلح غلطتي، حسيت بالندم، بس الغلطة هنا تصليحها صعب جدا، ومش عارف اتصرف ازاي.